أول مسألة عندي في الشكل المقابل، يبقى واضح ان هو اللي مديني الرسمة دي. ألف ب وتر في الدائرة ميم. يا ريت يا جماعة اللي نقراه على الرسمة نشوفه موجود ولا لا، اللي نقراه في المسألة نشوفه موجود في الرسمة ولا لا. فعلا والله الألف ب اللي معمول بالأحمر ووتر في الدائرة ميم، حيث نق ب5 سنتي، نصف القطر ب5 سنتي، اللي هو الميم ألف يعني ده طوله 5 سنتي، والميم جيم نازل عمودي، هو اللي جابه لنفسه، هو اللي قاله بعظمة لسانه ان نازل عمودي، يعني دي اخ من الاخوات، وكمان نازل من المركز ميم يعني مرت بالمركز، يبقى كده هنستنتج بيعمل ايه دلوقتي. قال لي الميم جيم اللي نازل عمودي ده على الالف ب نازل ب3 سنتي، عايز طول الف ب كلها. طب ما انا ممكن اجيب طول الف ج بس وبعد كده اجيب طول الف ج الف ب كلها. ازاي؟ اشوف فكرتكم ونتناقش مع بعض. يلا. هنقول بما ان ميم ج عمود على الف ب درجة، وهنقول بقى ألف ج كل تربيع بتساوي ألف ميم كل تربيع ناقص ميم ج كل تربيع، صح؟ برافو برافو، روعة من فيثاغورس، 10/10. هنقول 25 ناقص 9 ايوه ناقص 3. برافو. ده 16، ده الالف ج تربيع، لكن انا عايز الف ج بس. يبقى ألف ج هتساوي 4. برافو. بس انا عمود على ألف ب ادي اخ. لا هنا بقى، لا هنا ايش عرفني، هو ما قال دي احنا هنستنتجها دلوقتي. نشوف الاخوات اللي قصادي. انتي قلتي اخ اهو موجود، الميم جيم عمودي والميم جيم مر بالمركز ميم، استنتج انا اذا بقى الجيم فين؟ يبقى بالتالي الالف ب كله بكام؟ يبقى ألف ب هتساوي 8 سنتي وخدها يعني برافو عليك، 10/10 يا آية. إجابتك روعة يا آية، بس خدي بالك من النقطة اللي وقعت فيها، إن أنا بشتغل بالإخوات اللي قدامي واستنتج الأخ اللي ناقص. إن الميم جيم مار بالمركز والميم جيم عمودي على ألف ب، يبقى إذا الجيم في المنتصف، فإحنا عشان جايبين ده ب4 يبقى ده ب4، يبقى كله 8 سنتي. روعة روعة يا آية. نوران معترضة، خير يا نوران؟ لا مش معترضة ولا حاجة، بس صوت ايه كان واضح فانا كنت سامعة اي حاجة يعني، فهي حضرتك تعيد تاني. طيب ماشي. وانا والله عارفة يا نوران، انا لو تتخيلي انا لما آية بتتكلم بعمل ايه، عمال بضغط السماعة على ودني عشان اسمعها، يعني مش قادر اقولك بعملها بضغطها ازاي. تعالوا تاني نقول اللي قالته آية علشان نوران تسمع معانا، وحاولي تعلي صوتك يا آية بعد كده، حرام عليكي هتسوريني. يا نوران، آية قالت بما ان عمودي على الألف ب، فمعنى كده ان قياس زاوية ألف ج م، فقالت هجيب الضلع اللي فاضل من فيثاغورس، ده ضلع مش وتر، يبقى هي شغلنا ده شغل فيثاغورس تاني اعدادي، ده الجزء اللي في الاول، يبقى من فيثاغورس الألف ج تربيع ده ضلع، يبقى ألف ج تربيع تساوي الوتر تربيع اللي هو ألف م تربيع ناقص لما بجيب ضلع بربع واطرح الميم ج تربيع، يعني قالت لي 5 تربيع ناقص 3 تربيع، يعني 25 ناقص 9 ب16، بس ده الألف ج تربيع، يبقى الألف ج بس جذر 16 4 سنتي،
يبقى هي جابت الحتة ألف جيم بس ب4. اوعى تقولي لي التانية ب4، لا لازم تثبتوها لي. ليه؟ لازم تثبتوها لي ليه؟ يجي دور بقى النتائج بتاعت النهاردة، يجي دور الاخوات بتاعت النهاردة اللي هي ايه؟ ما حدش يقول لي 8 على طول كده يبقى دي 4 و4. لازم اقول له كده بما ان، بص بقى طريقة الكتابة بتاعت اخوات النهاردة دي بتاعت النتائج. بما ان الميم جيم مار بالمركز ميم، يبقى انا كده وضحت له اول اخر فاصلة. الميم عمودي هو اللي قايل على الالف ب، يعني ادي تاني اخر عمودي ومر بالمركز، يبقى نستنتج انه ينصف. فاذا الجيم صف الالف ب دي نتيجة من النتائج اللي احنا قلناها. يعني معنى كده ان الالف ب كله يبقى 4 زائد 4 يطلع اجابة كده نموذجية. استاذة بتحل كانت ايه؟ 10/10 كده. فهمتيها يا نوران؟ قال كمان نوران بقى ونفكر سوا. دائرتان متحدتا المركز ميم. يعني يا نوران ويا آية الدايرتين اللي ليهم نفس المركز ميم. الألف ب وتر في الدايرة الكبيرة، واضح الألف ب وتر في الدايرة الكبيرة، قطع الدايرة الصغيرة في جيم ودال. يعني كأن الحتة جيم دال بس وتر في الصغيرة، والألف ب كله وتر في الكبيرة. عايز اثبت ان الحتة ألف جيم قد الحتة ب دال اللي ما بين الدايرتين. بس على فكرة هنا المسألة ناقصة. المسألة هنا لازم نعمل عمل، لازم نعمل عمل عشان يبقى شكل النتائج الاخوات موجود. ايه هو العمل نوران؟ يعني مثلا ننزل مستقيم يعني وتر من نقطة ميم مضية. ايه تاني ما سمعتش يا نوران؟ ممكن توضحي اكتر؟ يعني هنزل اسمه ده مستر، ننزل نص قطر على البيت. لا مش نصف قطر بقى، لو نزلت نصف قطر ما يبقاش النتيجة. هو مش ولا قطر، يبقى عمودي على البيت. انزل عمودي بس، لا هو لا قطر ولا اي حاجة. يبقى هنعمل هنا عمل. ايه هو العمل عشان يبقى شكل النتيجة؟ قال لي نرسم وليكن مثلا ميم ه عمودي على الالف ب كله. طبعا ما دام عمودي على الالف ب يبقى اكيد عمودي على الجيم د. قبل ما نبدأ البرهان نعمل العمل ده. تعالوا ليه؟ طب ليه يا استاذ نادر؟ انا هيجي دماغي ازاي في العمل ده؟ الرسمة فاضية، هي الرسمة فيها اي حاجة في النتيجة؟ يبقى الاول نسقط العمل ده كده يا جماعة. عمودي يعني ينزل قائم عامل زاوية 90. إذا زاوية مثلا نعمل أي مثلا مثلا زاوية ب أو دي زاوية واو مثلا قائمة. أنا سميته بقى هي ميم هي، سميناها هي. يلا يا نوران. على فكرة بقى يا نوران احنا ما عندناش قاعدة بتشتغل على دايرتين في وقت واحد. لازم تشتغلي على الدايرة الكبيرة الأول وتنسي الصغيرة، وتشتغلي على الدايرة الصغيرة وتنسي الكبيرة، وتستنتجي منها تطبقي الإخوات. يلا. أول حاجة مثلا بما إن هي عمودي على ألف ب، إذا كل زاويتين هتساوي 90 درجة، ونها بتنصف ونها بتنصف ألف ب دي نتيجة. إذا هي بتساوي تاني يا نوران بعد إذنك، واحدة واحدة بدون جري، محدش بيجري وراكي، بالراحة بقى كده وقولي لنا خطوة خطوة عشان أسمعك بوضوح كده والرموز أسمعها صح. قلت ايه تاني؟ طب مش الأول تحددي انت شغالة في أنهي دايرة؟
ممكن من الأول تحددي انت شغالة في أنهي دايرة؟ في الدايرة الكبيرة. ماشي. ميم ه عمودي على ألف ب وقياس زاوية قائمة. إذا ميم ه بتنص في أو ه بينص في ألف ب، فإذا ألف ه لا بيساوي ب.